عبد الله عمره 18 سنة، شاب سبحان الله ربنا بلاه بالفقاع الجلدي، أثر إصابة في قدميه. الإصابة الأولى كانت في أسفل القدم، والإصابة الثانية في أعلى القدم، وتوجد شظية في رجله اليمنى، ومن على أثرها صار التهابات حادة مع عبد الله في جسمه، والآن يخرج الصديد من داخل جسمه عن طريق أجهزة من على أساس يطلعوا له الالتهابات من هذا. والشظية موجودة للحين في قدمه اليمنى، والدكاترة بيقولوا صعب خروجها، فحالته بتتدهور يوم عن يوم، والرجاء كل الرجاء انه عبد الله يطلع اليوم قبل الغد. سبب تدهور حالته انه عدم وجود العلاج الكافي له في قطاع غزة. العلاج البيولوجي مش موجود له في قطاع غزة. هي زي ما انت شايف قاعد على السرير، لا بيقدر يتحرك ولا بيمشي ولا شيء، دوبه بالعافية بوصل بيقضي حاجته بعد طلوع للحمام، وإلا على كرسي، إلا على كرسي متحرك. وهي الوضع قاعد بيزداد سوء. يعني بتمنى انه يرجع عبد الله ل 50% من حياته الطبيعية عشان يشم فضل ربنا.